في هذا الفيديو سنلقي نظرة على 12 يوتيوبر حاليا يحبسون في السجن والأسباب وراء ذلك. اليوتيوبر الثاني عشر هو السيد أنيمي تري سيسلر، المعروف أيضا بالسيد أنيمي، وأصبح مشهورا عندما قام بقتل عائلته بأكملها في مارس 2012. وفقا لشهادته الخاصة جذب تري والدته ثم قتلها بإطلاق نار قاتل. بعد ذلك دخل منزله وقتل شقيقه. الضوضاء أيقظت والده الذي نزل للتحقيق في مصدر الضوضاء، وبمجرد أن فعل ذلك قتله تري بإطلاق النار عليه. بعد ذلك دمر المنزل. كان لدى تري خطة لفعل جريمة كبيرة على مدرسة ثانوية، وكان قد قضى سنوات في تجميع الأسلحة والتدريب مع الأسلحة النارية. وفقا لتري قتل عائلته لأنه لم يكن يريد منهم أن يعرفوا بخطته، وعلى الرغم من ذلك لم ينفذ تري الهجوم، بل ادعى بدلا من ذلك أن كل شيء كان واقعيا جدا قبل أن يسلم نفسه للشرطة. اعتقل تري وأرسل إلى السجن في انتظار محاكمته. حكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة ارتكاب جرائم قتل متعددة، ورفض طلب الاستئناف. يقضي تري حكمه بالسجن مدى الحياة ويزعم أنه يشعر بندم كبير على أفعاله. تأكد من متابعة الفيديو حتى النهاية لرؤية اليوتيوبرز الذين يقضون عقوبة السجن الأكبر لمدة 160 عاما بسبب مطاردة شرطة. إذا اعتقدت أن قصة السيد أنيمي مجنونة، انتظر حتى تسمع هذه القصة التالية. ولا تنسى الضغط على زر الاشتراك لكي لا تفوت المزيد من مقاطع الفيديو المذهلة حول السجون. اليوتيوبر رقم 11 هو ديفيد روك، ولسنوات طويلة كانت هناك شائعات حول أن هناك شيئا غير صحيح في مزرعة ديفيد. بينما كان يقدم صورة خارجية سعيدة، فإن قراره بدعوة الشباب لقضاء وقت في المزرعة جعل إجراءات إنفاذ القانون متشككة قليلا. قررت الشرطة البدء في تفتيش مزرعة ديفيد، وما وجدوه صدم الجميع في المزرعة. عثر ضباط شرطة على مخبأ في المزرعة ويوجد به شريط فيديو تحت السجادة. وأظهر الفيديو قاصرين يقيمان علاقة غير لائقة. تم القبض على ديفيد لحيازته محتوى الفيديوهات غير القانونية التي تشمل قاصرين. وخلال محاكمة ديفيد أظهرت السجلات سلوكه الغير لائق حول الأطفال. بدلا من الاعتراف بالذنب، اختار ديفيد الدفاع عن أفعاله والتصدي للتهم في المحكمة. يمكن أن تؤدي حيازة صور غير قانونية مثل تلك التي كانت بحوزة ديفيد إلى حكم بالسجن لمدة 7 سنوات. وقد طالبت المحكمة بتسجيل ديفيد كمجرم جنسي لبقية حياته. ستانيسلاف راشيتنيكوف أصبح مصدرا للغضب الشديد عندما أنهى حياة صديقته. كل شيء بدأ عندما قام ستانيسلاف ببث مباشر من شقته للمشاهدين في جميع أنحاء العالم. قام بتوجيه إساءة جسدية ولفظية لزوجته، وشجع أعضاء البث على اقتراح أمور فظيعة يمكنه القيام بها. اقترح أحد المشاهدين أن يترك زوجته خارجا في البرد، وترك تبرعا بقيمة $1000 إذا فعل ذلك. واختار ستانيسلاف القيام بذلك بالضبط. ترك زوجته في البرد لعدة دقائق، لكن عندما عاد بها إلى الداخل كان هناك شيء واضحا بشكل واضح كان خاطئا. نظرا لأنه كان يبث من روسيا، كانت درجات الحرارة في الخارج تقل عن درجة الصفر المئوي، وكل هذا يعني أن بضع دقائق في البرد كانت كافية جدا لموتها. وبحلول الوقت الذي تم إعادتها إلى الداخل فقد فارقت الحياة. تم اعتقال ستانيسلاف بتهمة أفعاله، وتم تقديمه للمحاكمة لاحقا. حاول المحامون الدفاع عنه. المحامون قالوا عنه بأن ستانيسلاف كان مجنونا، ولكن التقييمات النفسية حددت أنه كان عاقلا وجاهزا للمحاكمة. في النهاية تم إدانته بتهمة إلحاق الأذى الجسيم الذي أدى إلى الوفاة وسجنه في سجن روسي صارم. سيلينتو. اندلعت أخبار حول سيلينتو عندما تم اعتقاله فجأة بتهمة جريمة صادمة في فبراير 2021، في حين أنه قد تم اعتقاله في عام 2020. كان هذا الاعتقال مختلفا تماما. أسفر الاعتقال عن وفاة ريكي هوك، المعروف أيضا باسم سيلينتو، بتهمة إطلاق النار على ابن عمه بشكل قاتل. وفقا لإدارة القانون وجدوا ابن عم ريكي قد فارق الحياة بالفعل. تمت محاكمة سيلينتو بتهمة القتل بعد ذلك، ويواجه 4 تهم جنائية لجريمته. إذا ثبتت إدانة سيلينتو فإنه سيقضي سنوات خلف القضبان بتهم القتل الجنائي والهجوم المشدد وحيازة غير قانونية للسلاح. على الرغم من محاولة سيلينتو الحصول على كفالة، إلا أن المحكمة لم توافق بعدما غاب عن موعد محدد في المحكمة. سيقضي وقتا في السجن حتى يحين موعد محاكمته. رالف سويني
أصبح رالف سويني موضوعا للتحقيق من قبل السلطات المحلية عندما بدأت الشرطة تشك بأنه كان يتواصل مع قاصر بهدف جذبه لأنشطة غير قانونية. في النهاية كانت إدارة القانون على حق في الشك، وتم القبض على رالف لفترة وجيزة بعد ذلك بنفس تهمة الجريمة. اعتقلت الشرطة رالف واتهمته بتهمة جذب قاصر وصنع وامتلاك صور غير قانونية لقاصر. تم تحديد موعد المحكمة في نوفمبر 2022 وهو حاليا في السجن. إذا ثبتت إدانة رالف فإنه قد يواجه عقوبة بالسجن لعقود. أليسا دافولت. أصبحت أليسا دافولت موضوعا لاهتمام مكثف عندما زارت مستشفى بسبب مرض ما. اشتبه فريق المستشفى في أن هناك شيئا غريبا يحدث، وقرروا استدعاء السلطات للحصول على مزيد من المعلومات. بدأت الشرطة التحقيق في الحال واختارت مقابلة أليسا لمعرفة بالضبط ما حدث. كانت القصة التي كشفت عنها مروعة، حيث كشفت أليسا أنها كانت حاملة عدة مرات في الماضي، وفي كل مرة حافظت على سرها عن الجميع. عندما كانت على وشك الولادة اختارت القيام بذلك في منزلها بدلا من زيارة المستشفى، ونتيجة لذلك لم ينجو الرضيع لسوء الحظ. ثم زعمت أليسا أنها تخلصت من الرضيع المتوفى. لم تكن قصتها قابلة للتحقق في المحكمة عندما ظهرت أدلة جديدة. لم تقتنع الشرطة بكلامها وتم إرسالها إلى السجن لانتظار محاكمة. في الوقت نفسه أجرت الشرطة تفتيشا في منزل أليسا ووجدت بقايا الرضيع. بعد وقت قصير عندما قدموا الجثة لأخصائي الأمراض لإجراء تشريح، اكتشف أن الطفل كان على قيد الحياة. هذا تناقض مع قصة أليسا، وهو خبر سيء بالنسبة لها. بعد ساعتين فقط من التداول وجدت هيئة المحلفين أن أليسا مذنبة بالتسبب في إيذاء طفل، وحكموا عليها بالسجن لمدة 40 عاما. حاليا تقضي أليسا عقوبتها وستكون مؤهلة للإفراج المشروط في عام 2054. أوستن جونز. دمرت مهنة أوستن جونز في لحظة عندما أفاد موقع ويب في مايو 2015 أنه تم إغراء قاصرين بمقاطع فيديو فاحشة بالسجن لمدة 10 سنوات خلف القضبان. استخدم أوستن شهرته من أجل الفاحشة، واتصل بالعديد من الفتيات اللاتي كانوا معجبات به، وطلب منهم فعل أشياء غير لائقة. أدت مقاطع الفيديو الخاصة به إلى رد فعل عام عنيف. اختار أن ينسحب من جولة موسيقية قادمة نتيجة لذلك. بعد وقت قصير قرر علينا بأن يعترف بالاتهامات، مؤكدا في الوقت نفسه أن أي من مقاطع الفيديو لم تتضمن عريا. ومع ذلك كان العديد من الأشخاص غاضبين جدا من أوستن وتصرفاته، وكانت الأمور ستزداد سوءا بالنسبة لأوستن عندما قرر أن يأخذ الأمور إلى مستوى أعلى في يونيو 2017، حيث تورط أوستن مرة أخرى في جدل عندما أصبحت السلطات تشكك في أنه يمتلك صورا غير قانونية لقاصرين. قضى قاضي بإصدار إذن تفتيش لمنزل أوستن، وبدأت السلطات في تفتيش الممتلكات. أثناء عملية التفتيش اكتشفوا أعدادا كبيرة من الصور غير القانونية لقاصرين. تم اتهام أوستن بتهمتين بحيازة وإنتاج صور غير قانونية، ووافق على تسليم هاتفه لضباط إنفاذ القانون المحليين. تم منح أوستن كفالة بعد عدة أيام أيضا، ولكن السلطات منعته صراحة من استخدام الإنترنت واحتجزته تحت الإقامة الجبرية. في النهاية اعترف أوستن بذنبه بتهمة امتلاك صور غير قانونية لقاصرين في فبراير 2019، وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات. جويل فافيه أصبح هدفا لشرطة إنفاذ القانون عندما اكتشفوا أن شخصا يستخدم جهازا في منزل جويل كان يرسل ملفات تحتوي على صور غير قانونية لقاصرين. قررت الشرطة البحث في منزل جويل نتيجة لذلك، والأمور التي اكتشفوها كانت مروعة وفقا للمحققين، وأفادوا أن الحاسوب الذي صادروه يحتوي على أكثر من 4500 ملف يحتوي على صور غير قانونية لقاصرين. اعترف جويل بحيازته لتلك الصور، وقامت إدارة إنفاذ القانون بالقبض عليه فورا، ووجهت الشرطة إليه عدة تهم جنائية بما في ذلك حيازة صور غير قانونية وتشجيع على أنشطة غير قانونية مع قاصر. يقضي جويل حكما بالسجن لمدة 13 عاما، ومن المتوقع أن يطلق سراحه في أكتوبر 2029.